الطبيب أو الفريق الطبي الجراحي والتخديري اللي بيقيم هذه العمليات، علشان العيان لما يبقى في ناس متمرسة في جراحات السمنة وعندها مثلا شغل كتير وعندهم متابعة حسيسة ومستمرة مع العيانين، ده بيفرق جدا 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 في اختيار العملية المناسبة. يعني أنا كده قلت لحضرتك سببين: الفريق الطبي واختيار العملية المناسبة، وكمان إن العيان يبقى فاهم طبيعة العملية بتاعته عشان يقدر يتعامل معاها لأطول فترة ممكنة. أنا في وجهة نظري لما يكون الفريق الطبي متميز ويكون المكان اللي بنعمل فيه العمليات مكان مجهز وعلى أعلى مستوى، ما بتعملش في أي مكان. طبعا الجراحات انتشرت جدا ودي حاجة كويسة واحنا بنشجعها، بس بالمعايير اللي احنا بنقولها. لازم يبقى فريق متمرس متكامل، لازم يكون المكان اللي بنعمل فيه العملية دي مكان مجهز، ناحية أوضة العمليات، التمريض، الجهاز المنظار بقى على التقنيات، دكتور التخدير، المنظومه المتكامله اثناء العمليه والمنظومه المتكامله بعد العمليه، في متابعه المريض بعد في اليوم اللي بيقعده في المستشفى، المتابعه بعد ما بيخرج، المتابعه لمده سنه وسنه ونص وسنتين. القصه دي كلها بتمنع فشل العمليات.